كانت روعة. جربوا الطريقة دي في البيتزا بالعجينة. شايفين الأطراف بتاعتها كمان كانت محشية موتزاريلا وكانت سوفت كراست. يا صباح الفل، تعالوا نعمل مع بعض كده بيتزا. بصوا، العجينة حلوة جدا جدا، وهشة وهتعجبكم قوي. ولكن الموتزاريلا النوع ده ما عجبنيش بصراحة، المطة بتاعته ما كانتش حلوة. النوع ده اللي هو هو السايب من فتح الله. أنصحكم بلاش تجيبوه، مش حلو، يعني مش حلو في الموتزاريلا، يعني ممكن تحطوه في البشاميل في الحاجات دي. بس في البيتزا بلاش. بصراحة أنا كنت محتارة أعمل إيه، فكان عندي شوية كده بواقي في التلاجة وبسطرمة وشوية خضار، فقلت كده أعمل بيهم صينية بيتزا وفي نفس الوقت أنا بحبها جدا. هاقول لكم بقى على الطريقة والمقادير، بجد اعتمدوا المقادير في العجينة بتاعة البيتزا دي قد إيه هشة وحلوة جدًا، وبتدّيكم نفس البيتزا اللي هي أنتم بتجيبوها من برّه. معايا هنا لأ 2 كوباية من الدقيق، حطيت عليهم رشة ملح وهاحط عليهم كده لبن البودر. اللبن البودرة ده حلو جدًا في المعجنات، لو مش عندِك خلاص أوكي ما فيش مشكلة. حطيت برضه رشة توم باودر صغيرة كده، وحطيت معلقة كده حلوة من الزعتر، معلقة صغيرة برضه أو رشة كده من الزعتر. الزعتر ده يا جماعة بجد بيديها طعم حلو جدًا ونكهة بتعرفي تفرقيها خالص عن اللي أنتِ شارياها من برّه. في الكوباية بقى أنا حطيت حطيت حوالي معلقة سكر وحطيت الخميرة بتاعتي، خميرة فورية. هاعمل لها كده اختبار للخميرة، أشوف الخميرة كويسة معايا والّا لأ. بُصّوا بقى الخميرة ارتفعت إزاي وبقت حلوة جدًا. أنا طبعًا عاملة العجينة بتاعتي بلبن مش مَيّة. اخدمي العجينة وادّيها مقاديرها صح، بجد هتدّيكِ نتيجة كويسة، وفي نفس الوقت هتكون مفيدة ومغذية. خدت نُص كوباية اللبن ورُحت جاية حاطاها كده على الخميرة، والباقي كده أخدت مني حوالي كوباية وفي الآخر كده حطيت برضه حوالي معلقة من الخل. الخل برضه بيفرق جدًا في المعجنات. بُصّوا بقى هاروح جاية ناقلاها كده على المفرش بشوية دقيق، واروح جاية عاجناها بس كويس جدًا، لإن البيتزا بتحب العجن فيها يكون كويس. تلميها بقى كده وتحاولي تخدميها كده برضه في العجينة، أنا عايزاها تكون طرية معايا. بُصّوا شايفين الملمس بتاعها، عشان خاطر ما تبقاش ناشفة معاكِ في الفرن، مش هتدّيكِ نتيجة كويسة. بُصّوا بقى المَطّة بتاعة العجينة، في الآخر كده رُحت جاية حاطة عليها معلقة كده من زيت الزيتون أو أي زيت متوفر عندِك. بُصّي بقى في بدائل، ممكن تحطّي لها بيضة، في ناس بتحط لها بيضة بس أنا مش باحبها بالبيضة. ممكن تحطّي لها زبادي، تستبدلي اللبن مثلًا وتحطّي زبادي ومَيّة، عادي براحتك جدًا. حطّيها بقى في مكان دافي كده شوية لحد ما تختمر. بُصّوا العجينة ناعمة قد إيه والملمس بتاعها طري جدًا. بجد العجينة دي روعة في أي معجنات كده اعتمديها، حلوة جدًا. وكمان رشة الزعتر دي بتدّي معايا نكهة مش قادرة أقول لكم. هناخدوها بقى كده نفردوها على المفرش بتاعنا. أنا عايزة أقول لكم إن مقادير العجينة دي يعني خدت منها كده مش نُصّها، ربعها. يعني قولي مثلًا البيتزاية تعمل كوباية وربع أو كوباية ونُص على حسب حجم الصينية بتاعتِك. هنحط بقى كده رشة من الدقيق كل شوية بحيث إن إحنا نعرف نفرد عليها العجينة كويس، لإن أصلًا العجينة بتاعتنا طرية جدًا زي ما أنتم شايفين كده. وعايزة أقول لكم كمان إن العجينة ما احتاجتش معايا أي نشابة أفرد بيها يعني. عايزة أوريكم بقى السمك بتاعها. لأ افردوا شوية كمان، خلّوها السمك بتاعها حوالي نُص سنتي، لإن هي برضه هتهش معانا شوية في الفرن. جبت بقى الصينية بتاعتي اللي أنا هاعمل فيها ورُحت جاية قلباها كده على وشها، وحطيتها كده على البيتزا بحيث إن أنا أقطع البيتزا بتاعتي تكون يا دوب قد الصينية. التركة التانية بقى اللي بتفرق معاكِ جدًا برضه في البيتزا، إن أنتِ تحطّي رشة كده من السميد على الصينية كده، بحيث إن أنتِ بتدّيكِ كده طبقة مقرمشة كده شوية، بجد بتخلّيها روعة جدًا. خدت بقى الزيادة اللي أنا قُلت لكم عليها دي هاخمّرها برضه، وهاعينها بس لمرّة تانية أو لوقت كده ممكن أكون عاملة حاجة وأعملها جنبها كده، فاهمين؟ ننقل بقى البيتزا بتاعتنا في قلب الصينية، أنا باحاول كده أضبّطها، وفي نفس الوقت كمان أنا هاحشي الأطراف جبنة. نوزّع بقى الجبنة بتاعتنا كده على الأطراف ونتني عليها العجينة، وكمان نروح جايين عاملين لها ثقوب كده بالشوكة عشان خاطر ما تتنفخش معانا. حاولي كده نشكشك كده في نُص الصينية وعلى الأطراف بتاعتنا. حطيت بقى الصوص بتاعنا بتاع البيتزا، ده أسهل وأسرع صوص بيتزا.
معلقة صلصة، على معلقة كاتشب، على شوية من الزعتر، توم باودر، بصل باودر، وإيه تاني، ورشة ملح ورشة فلفل، أوكي. ونروح جايين بقى موزعينه كده على صينية البيتزا. بجد برضو طريقة صوص البيتزا دي حلوة جدا وسهلة، وكمان مش هتفرقيها خالص عن الصوص اللي انتي تحطي طماطم مع توم مع حاجات من دي وتضربيها وترجعي تصفيها. يعني بصوا ده بسرعة بسرعة. رُحت جاية بقى حاطة الصوص بتاعنا كده على البيتزا كلّها. أنا ما حطيتش مثلًا في النُص بس، لأ أنا حبيت أحط على الأطراف كمان، بحيث إن أنا آخد منها اللون بتاعنا اللي هو الحلو ده، أوكي. رُحت جاية حاطة بقى كمان رشة كده من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر، وحطيت بقى كده الخضار بتاعنا، فلفل بقى ألوان كده، حبيت إن أنا أقطّعه كده شرايح، وحطيت كده فلفل أحمر وفلفل أخضر وفلفل أصفر زي ما أنتم شايفين بقى بالطريقة دي، خرمته كده من النُص، وكل واحدة حبيت إن أنا أحط معاها اللون التاني المختلف. وفي نفس الوقت برضه ده كان لانشون قطعته كده بقطّاعة برضه. بُصّوا الشكل حلو أوي، أوي بجد. أنا حاولت إن أنا أنسّق كده الألوان مع بعض، ووزّعت كده كمان الزيتون في النُص، وباوزّع كده اللانشون. أنا عاملة كده جزء صغير وجزء كبير، وكمان لسه في بسطرمة برضه هاحطها. كان عندي شوية بسطرمة برضه. أنا باحب بجد اللانشون والبسطرمة، الصدوق في البيتزات. الفراخ برضه بتبقى حلوة جدًا، وكمان بيتزا الجمبري بتبقى لذيذة أوي. بس أنا بصراحة يعني حاولت إن أنا يعني أعمل حاجة تكون متوفرة عندي في البيت، وكمان كنت محتارة كده، فرُحت جاية لامة حاجات كده من التلاجة، وعملنا أحلى صينية بيتزا. بجد طعمها كان حلو جدًا. عايزة أقول لكم العجينة كانت هشة وروعة، هاوريها لكم دلوقتي. والله ما عارفة أنا صورت العجينة وأنا باكلها والّا لأ. عايزة أقول لكم أنا مش فاكرة، لإن أنا الفيديو ده مصوراه يمكن من سنة تقريبًا، لإن أنا كنت مصوراها ما نزلتهاش، كنت ناسيها على التليفون. فهتلاقوا كمان التصوير مش أحسن حاجة كده، هتلاقوه كان في الأول مهزوز. أنا يمكن التصوير بقى أحسن من كده شوية، بامنتج الفيديو النهارده، فعشان كده في حاجات كتير بتسقط مني، فاهمين؟ طيب حطيت بقى كمان رشة جبن كده حلوة، رشة برضه من الجبنة الشيدر، ورشة من الجبنة الموتزاريلا. ما حاولتش إن أنا أكتر أوي، أنا باحسها بتبقى طرية كده معايا ومش بتديني المطة، بل بالعكس أنا باخد منها دهون بس. فعشان كده بصراحة الجبنة دي مش هاكررها تاني، ما طلعتش أحسن حاجة معايا. هندخّلها بقى الفرن دلوقتي وهاورّيها لكم بعد ما تطلع. عايزة أقول لكم المفرش برضه ده حلو جدًا، بيسهّل عليّا حاجات كتير أوي في العجن، مش بيخلّي العجين يلزق خالص، وكمان غسيله سهل جدًا وتنشيفه أسهل. بصوا بقى البيتزاية بتاعتنا بعد ما طلعت. شفتوا بقى حبيت ان انا احط كده الصوص بتاعنا على الحروف بتاعة البيتزا، بحيث ان انا اخد منها اللون الحلو ده. وما حبيتش اجيب كده على الخضار جبنة برضو موتزاريلا، عشان خاطر ما تضيعليش اللون الجميل بتاع الخضار بتاعنا ده. بصوا بقى بجد تحفة جدا. العجينة هشة قوي قوي قوي، طبعا هي كانت سخنة. طبعًا إحنا كمان كنا مستعجلين على الأكل، لإن أنا كنت عاملاها في الفرن وكان جوزي جه خلاص، ف كنت باحاول أقطعها بسرعة. ما حاولتش كمان، ما لحقتش إن أنا أنقلها في صينية البيتزا، فاهمين؟ فرُحت جاية بُصّوا بقى عايزة أقول لكم كمان إن الجبنة يعني فيها مَطّة بس على خفيف، بس مش المَطّة القوية، بس فيها سِنّة مَطّة. بُصّوا بقى القعر بتاعها أنتِ لو عايزة كمان تسوّيها أكتر من كده شوية وتاخدي منها لون زيادة براحتك. أنا كنت مستعجلة عليها، فهي كانت استوت معايا كده، وقُلت يالّا خلاص كفاية عليها كده. كانت روعة. جرّبوا الطريقة دي في البيتزا بالعجينة. شايفين الأطراف بتاعتها كمان كانت محشية موتزاريلا وكانت soft crust كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم.